السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الحمد لله ان الواحد قدر يوصل الصوت بتاعكو وقناة الجزيرة تطلع وتجيب الكلام بتاعنا. احنا كنا 3، هي اللي قناة الجزيرة خدت بكلامهم بفضل الله وطلعت عملت فيديو عن النقل الذكي. كان هو الكابتن محمد السيد وليه كل الاحترام، الكابتن محمد مصطفى وليه كل الاحترام، واعوذ بالله من كلمة انا كابتن احمد علاوي. طبعا انا جاي دلوقتي عشان اقول لك ان برضو كل الكباتن، كل سوري الشركات، ازبل شركات احنا شفناها في حياتنا. اوبر قالت لك ان هي زودت النسبة وما قالت لكش هي زودت ايه. طبعا ديدي قالت لك احنا زودنا لحد 7%. طبعا زيد على كده بقى كريم واندرايف كل الشركات دي. طب تعال نتكلم بقى في الفعل، هل الشركات فعلا زودت ولا ما زودتش؟ فالاجابه هي ما زودتش. الشركات ما زودتش اي حاجه، ده بالعكس دي قللت الاسعار. ودي سياسه قذره هم بيلعبوها في كل مره بيحصل فيها زياده للبنزين، بيقوم مقلل لحضرتك الاسعار عشان يقعدك اسبوع 10 ايام على الاسعار القليله، وبعد كده يقوم مرجع لك الاسعار اللي انت كنت شغال بيها اصلا. ففي كباتن، بعض من الكباتن تتوهم ان يا جماعه ده الاسعار زادت اهي، ولكن هو مفيش زياده. فاحنا مش عارفين نقول ايه ومش عارفين نوصل لفين تاني ونعمل ايه. احنا لازم نحدد مع بعض ايام نعمل مقاطعه لبعض البرامج، يوم او يومين لاندرايف، يومين تانيين لاوبر، يومين تانيين هيبقوا لديدي، وهكذا بالتوابع بقى. ولازم طبعا ننسق مع بعض ونشوف القصة دي، ونسأل ربنا تسهيل ان هم يحاولوا، او مش عارف مش عارف او اتكلم في. احنا يا جماعة عاوزين الاسعار بتاعتنا تزيد، نعمل ايه عشان اسعارنا تزيد؟ ما انتوا اصلا بوظتوا لنا الدنيا، الاسعار وقعت. ونيجي نخاطب الناس التانية اللي ما عندهاش ولا رحمة ولا ذوق ولا ادب ولا احترام ولا اخلاق ولا عندها اي حاجة ولا عندها ضمير. الكباتن اللي بتخطف الاسعار عشان هم غاز. يا بني ادم انت عندك تشغيل عربية، العربية ديت عايزة زيت وعايزة بنزين وعايزة غاز وعايزة قطع غيار، وانت نفسك بتهلك والعربية بتهلك. حديد في حديد يا ابني، حديد في حديد يا جماعة. فنعمل ايه تاني عشان خاطر انتوا تتقوا الله؟ انت جاي من الارياف، مع احترامي طبعا لكل ارياف، انا راجل من الارياف. انت جاي من الارياف، جايب بطانيتك عينها ورا وقاعد هنا الخمس ايام مولع الدنيا، ونازل هناك عامل لك في الخمس ايام دول 10000 جنيه ولا كام بالخطف اللي انت بتخطفه، وانت مش فاهم حاجه. وتيجي انت تكون مؤجر عربيتك وخارب الدنيا، وهي اصلا في اليوم ما بتجيبش. الخمس ايام بتاعك ده انت بتفضل بايت في قلب الشارع، ما بتاكلش عشان خاطر تعمل فلوس. احنا كناس مقيمين في القاهره ودي حياتنا ودنيتنا، احنا عمرنا ما هنهلك عربياتنا بكده. احنا مش اقل كيلو في المشاوير الطويله يا حبيبي اللي احنا بناخدها، ما بناخدهاش بال4 جنيه اللي سيادتك بتاخد بيهم، ال4 جنيه وال5 جنيه وال6 جنيه كمان في المشاوير الطويله. احنا عشان عارفين عربياتنا وبنحافظ على عربياتنا وبنراعي ربنا في اكل عيشنا، احنا ما بنعملش كده. انت بتعمل ايه؟ طيب مأجر من مين؟ طيب مين غبي مديك عربيته عشان تبهدلها؟ انا مش عارف اقول ايه. وان شاء الله انا اتمنى ان اللي جاي يبقى افضل وكلنا نساعد بعض. شكرا يا جماعه.